اشغل الظهر اكتر من الكتف. السلام عليكم يا رجاله، هنتكلم النهارده على تمرين الكتف الخلفي بالدمبلز وانا نايم على الدكه. طبعا اهم حاجه قبل ما اشتغل على الدكه لازم اتاكد ان الدكه مرتفعه بالشكل ده. ما ينفعش ان انا اشتغل على دكه مسطحه كده، مش هستهدف الكتف بشكل كويس، هشغل الظهر اكتر من الكتف. هنشوف مع بعض الاداء سليم دلوقتي. اول حاجه بنش يكون فوق خالص كده اول الدكه، وانا شغال مش محتاج ان انصب بنشي، مش انا لان انا مش بلعب ظهر. لو انا بلعب ظهر كنت ساعتها شغال نصبت بنش، لكن انا دلوقتي بلعب كتف يبقى مش محتاج. بخلي البنش ساقط لتحت. بدايه الحركه بتاعتي الكوع اللي يكون لبره قوس كده اهو، الدمبل يكون 8 شويه وانا شغال. برضه يكون الدمبل جوايا او ايدي كلها هتبقى عموديه على الارض. ما ينفعش ان انا ابقى شغال والدمبل كده قدام، بشوف ناس تشتغل كده قدام، ده مش صح ابدا. انا بشتغل الدمبل جوايا عمود على الارض، هطلع في نص قوس وهنزل هادي. الطلعه بتاعتي سريعه نسبيا وفيها الزفير، والنازله هاديه نسبيا وفيها الشهيق. طبعا في زاويه ثانيه انا ممكن اشتغل بالزاويه بكون موجهين لبعض كده بالشكل ده، ساعتها هيكون مش محتاج ان ارجع كوعي لورا قوي، لا هيبقى كوعي قدام نسبيا، وهشتغل بنفس القوس اللي هنشغل فيه اهو. طلعه سريعه والنازله هاديه وفيها تحكم. الحاجه الاخيره اللي عاوز اقول عليها، اول ما بنزل خالص كده اهو الدمبل وصل لتحت، في ناس اشوفها تركن تحت تثبت وبعد كده تبدا تطلع تاني، تثبت وتطلع. لا ده غلط تماما، انا كده فقدت جزء من الحمل التدريبي اثناء ما انا شغال. لا انا اول ما بنزل على طول كده اهو، على طول بروح طالع مسافه قبل ما يلمسه هكون طالع كده. انا مستمر محمل على العضله طول التكرار اللي انا شغال عليه. جود لك يا شباب، اشوفكم في الفيديو الجاي. هاخد الدمبل هميله 8 بسيطه كده لجوه، هشتغل بنفس القوس اللي هنشغل فيه اهو.